واخيرا هنجرب ايس كريم فرايداي. رحت السوبر ماركت وحاولت اشوف ايه الحاجات اللي نزلوها، وعلى قد ما اقدر حاولت اجمع الحاجات المتاحه، والاسعار بتبتدي من 5 جنيه لغايه اغلى حاجه تقريبا عندهم هي ال10 جنيه. اسعارهم حلوه جدا بالنسبه لمنتجات الايس كريم الموجوده في السوق، وكمان الكواليتي حلوه قوي. فتعالوا نجرب. اول حاجه هجربها من فرايداي هي الفانيليا. تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. للاسف سايحه بس طعم الفانيليا حلو قوي، وطعم الشوكليت اللي عليها مكسرات حلو قوي. تاني حاجه بقى هنجربها هي دبل شوكليت. تعالوا نشوف طعمها ايه. الحمد لله سليمه. عليها مكسرات ولون الشوكليت دارك قوي. تعالوا نشوف طعمها عامل ايه. شوكولاته وكريمه ميكس الاتنين. الاختراع ده جامد قوي، عجبني جدا. طعم الفراولة واللبن حسسوني كأني بشرب ميلك تشيك بالفراولة، وبجد اديهم 10 من 10. هو ده المفروض بسكويت كراميل. تعالوا نشوف طعمه حلو ولا اي كلام. دي البسكويته بس هي سايحه قوي. دي مشكله البسكويت في الايس كريم في الصيف. بس انا هدوق برضو. امم وده برضو نفس الفكرة، بسكويت على شكل اوريو وكان محشي فانيليا. الطعم كان حكاية، وده بالنسبة للسعر انصحكم تجربوه. ده بقى سنيكر شوكليت. اللي بيحب السنيكر الاختراع ده اكيد اكيد هيعجبه. حاولت والله على قد ما اقدر بس هتدوق. طعم شوكولاته السنيكر بالمكسرات بالفانيليا. حلو قوي. جرب اول حاجه الشوكليت. معلقه. دي احلى حاجه في الصيف العلب، عشان لما تسيح تبقى براحتك، مش تحتاج زي اللي حصل قبل كده. طعمها حلو قوي بجد. جرب بقى الايه، الفراوله. لونها كيوت قوي. بصوا هما حاطين، يعني انا لو هطلب منهم طلب يزودوا الفراوله شويه لانها وايت اكتر من ان يكون في فراوله. كده اكون جربت معظم منتجات فرايداي. اكتبوا لي تحت في الكومنت لو انتوا عايزيني اجرب حاجات تانية.